وهو من الجيل اللي كان يدربه التاريخي. والتسديد والكرة على القائم الأول. الهدف الأول للمنتخب الأردني. الهدف الأول للمنتخب الأردني. الهدف الأول للمنتخب الأردني. هذا هو الهدف الأول للمنتخب الأردني عن طريق عبد الله ذيب. إذا هدف أول في المباراة كما كانت التوقعات. قلت مباراة ستشهد أهداف نتصور من الجانبين. عبد الرحمن، شادي ابو هشاش، حسن عبد الفتاح، عامر ذيب، عبد الله ذيب وهايل. والكره تمشي للمنتخب الاردني. ريتم قوي يفرض المنتخب الاردني. منظر انطلاق حسن عبد الفتاح. افتقد لنا السقف في الشوط الاول. المنتخب الاردني عنده كوره وهدف التعادل. هدف التعادل. كوره صحيحه دخلت المنتخب الاردني والتعادل. هدف التعادل المنتخب الاردني. اذا ان الشام يتعادلون عن طريق احمد هايل. كوره بالراس ومره اخرى. مشكل كبير في الدفاع التونسي. الدفاع الضعيف من الجانبين في هذه المباراة يشملنا بعطفه من أجل 4 أهداف. هدفين في كل شبكة. وهنا أول دقائق الشوط الثاني والتعادل الأردني. تعادلت تونس ثم تقدمت والآن ترجع الأردن لتتعادل عن طريق اللاعب أحمد هايل في أولى أهدافه مع المنتخب الأردني. وفرحة جمهور النجام هنا في استاد عمان الدولي. 2-2. المنتخب التونسي الوضع كارثي على المستوى الدفاعي لأنه صراحة تقبل 4 أهداف في ماتشين قبل أيام. الماتش ملاوي. شوف الخطأ، شوف التمركز، شوف البوزيشن. يعني الدفاع حالة طريق، حالة ثنية، حالة شارع. ويدخل من عرجان باش يضرب في الجوفة بهدف التعادل. بهدف التعادل. وكرة دخلت كما قلت لك كانت واضحة من الأول. هدف كبيرة برشا يمشي فيها اللاعب رقم 8 أو رقم 4 يمشي بها عبد الرحمن. ذيب خطيرة جدا. والهدف الثالث للمنتخب الأردني. الهدف الثالث للمنتخب الأردني من فنيات كبيرة لعبد الله ذيب. فنيات كبيرة ممتازة لعبد الله ذيب. والنتيجة 3-2 للمنتخب الأردني. سيناريو غريب، قلة تركيز. يعني المنتخب التونسي في الدفاع سيناريو كارثي. وهجمة مرتدة سريعة خاطفة تتحول من لاعب بها عبد الرحمن. هو بداها الحقيقة عامر ذيب بها يستنى يطلع معاه في الرواق اليساري. هذا اللاعب عبد الله ذيب. هو عبد الله يسدد في مرمى البلبولي ويسجل 3 أهداف. 5 أهداف في ماتشين في 140 دقيقة. هدفين في 90 دقيقة مالي و3 أهداف في عمان في 50 دقيقة لعب. 5 أهداف لمنتخب باش يمشي يلعب مصيره في ملاوي. أخشى أن أقول أنني خايف. شوف الكرة، شوف الدفاع، المراوغة بالسهولة بالدربالي والكرة تمشي للذيب والذيب يحط 3 الأهداف. سهولة كبيرة المنتخب الأردني في اختراق مدافعينه. هو هدف ثالث.